وفد من جمعية الشارقة الخيرية برئاسة محمد حمدان الزريو عضو مجلس الإدارة قام بزيارة إلى جمهورية سريلانكا تفقدوا خلالها العيادة المتنقلة التابعة للجمعية وعيادة سحاب الخير المشتركة بين جمعية الشارقة الخيرية والعربية للطيران. ها هي أيادي الخير الإماراتية تمتد إلى دولة سريلانكا لتتفقد العيادة المتنقلة التابعة لجمعية الشارقة الخيرية وعيادة سحاب الخير لتقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمتعففة لجميع الفئات في سريلانكا، حيث تقوم العيادة المتنقلة بحملات أسبوعية وذلك بالتعاون مع جمعية سرنديب السريلانكية الخيرية، ويتكون طاقمها الطبي من 6 أطباء و5 ممرضين و6 صيدلانيين، بالإضافة إلى 3 مفتشين من الصحة العامة يتناوبون على العيادة. وتتحرك العيادة المتنقلة نهاية كل أسبوع، حيث يتم تخصيص أماكن مناسبة لها، ويقوم الأطباء بفحص وعلاج ما يقارب 700 مريض في كل حملة، ليبلغ عدد المرضى الذين استقبلتهم العيادة المتنقلة التابعة لجمعية الشارقة الخيرية منذ انطلاقها في عام 2007 أكثر من 120 ألف مريض. جمعية الشارقة الخيرية الذراع الإنسانية لحكومة الشارقة تعمل للوصول إلى الأسر المتعففة ليس على مستوى الدولة فحسب بل على مستوى العالم لتقديم العون والمساعدة لها. وعيادة سحاب الخير التي أنشئت في عام 2011 لمساعدة وتقديم يد العون للأسر الفقيرة من أهالي مدينة بوتلام السريلانكية والمناطق المجاورة لها. لأخبار الدار شيخ مليف.